السلام عليكم، إزيكم؟ أنا شيماء اللي لأول مرة يشوفني. النهارده بقى هنعمل مع بعض المكرونة بالوايت صوص كده جميلة وسهلة. أنا بصراحة كنت مش عندي غير صدر فرخة ومش عارفة أعمل أكل إيه، وكنت في حيرة جامدة. ما لقيتش غير الوصفة دي، وصفة حلوة ومشبعة، وكمان هنعملها بصدر فرخة واحد، كمان مش صدر كامل، ده احنا هنعمله بفص صدر من الفرخة. بصوا كده، هو الصدر ده اللي كان محيرني عندي في التلاجة. قُلت له تعالَ هاشوف أعمل بيك إيه، رُحت عاملة بيه المكرونة الجميلة اللي أنتم شايفينها دي. أول حاجة كده غسلته كويس جدًا، وهاجي بقى أقطّعه كده شرايح بالطول، وهنبدأ نقطّعه كده لشرايح برضه بعد كده مكعبات أو شرايح طولية، دي التقطيع بقى على حسب ما أنتِ حاباها، تمام؟ هنفضل بقى أقطّعه كده بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي كده، بنقطّعه بقى صغيّر عشان يقطع معانا كمية كتيرة بالنسبة للوقت اللي إحنا كنا فيه، وما كانش عندي غير هو ده، والوقت كان زنقني بصراحة جامد. فباورّيكم طبعًا إن هو متقطّع شرايح كده حلوة طويلة جميلة، ومقطّعاه شرايح رفيّعة جدًا. خلاص هنا بعد ما قطّعت بقى صدر الفرخة معايا، هاشيل بقى كده وهنبدأ حاطة مَيّة على النار عشان أسلُق المكرونة بتاعتي. بعد ما المَيّة غليت نزلت فيها بشوية من الملح وشوية كمان من الزيت، وهانزل بقى كده بعد ما قلّبت المَيّة والملح والزيت، هانزل بكيسين المكرونة بتوعي. طبعًا بقى هاسيبها كده المكرونة بقى تتسلق على النار، ونيجي على عين تانية نحط الحلة بتاعتنا، ننزل بشوية من الزيت، وهننزل بقى إيه، ببصلاية كبيرة حلوة كده. طبعًا أنتم عارفين إن أنا باعمل البصل في الفريزر وباشيله، فخدت كده إيه، مكعب كبير كده من البصل حلو بمعدل بصلاية كبيرة، وهابدأ بعد ما إيه، بدأت إن هي دبلت أنزل بالفراخ بتاعتي، وأبدأ بقى أفضل كده إيه، أقلّب فيها لمّا تاخد اللون اللي هو الأبيض بقى خلاص، اللي هي إيه، غيّرت لونها. هابدأ بقى طبعًا مستمرية في التقليب في التقليب. هاجي هنا بقى إيه، عايزين مع بعض كده نشوف المكرونة بتاعتنا بعد ما صفيتها واستوت. هابدأ بقى أحط في الحلة بتاعتي شوية من الزيت ومكعب من الماجي، وطبعًا النار بتاعتي هادية جدًا، ما يكونش الزيت سخن. وبعد كده هانزل بالمكرونة، أدّيها تقلبتين والمكرونة بتاعتي كده خلاص أركنها على جنب، خلاص خلصت. تمام، خلاص قفلت على المكرونة كده خلصت، نبدأ بقى نرجع للفراخ بتاعتنا تاني، ونشوف هنعمل إيه، هنكمّل الفراخ بتاعتنا إزاي. شايفين هنا بقى البصلاية بدأت اصفرت معايا، هانزل بمكعب مرقة ومعلقة صغيرة من البهار ونُص معلقة فلفل، وكمان معلقة إلا ربع من الملح، والملح حسب الرغبة، حطّي نُص، حطّي ربع معلقة، الملح حسب الرغبة، تمام. بعد كده بعد ما قلّبت البهارات بتاعتي هانزل ب3 معالق كبار من الدقيق، وكمان زوّدت شوية من الزيت، حسيتها عايزة شوية زيت، وكمان هانزل بقى بنُص لتر من اللبن. بعد ما نزلت بقى بنُص لتر من اللبن أو الحليب، هنبدأ بقى إن أنا أقلّبها كده شوية، وأول ما اللبن يبدأ بتاعي إن هو سِخِن، وأقوم نازلة بمكعب كبير كده من الجبنة الموتزاريلا، ما فيش حُطّي مثلثات، ما فيش حُطّي كيري، ما فيش حُطّي جبنة كريمي، ما فيش خالص، خلاص ما فيهاش مشكلة، الخطوة دي مش أساسية. وبعد كده بانزل بشوية حوالي نُص كوباية من المَيّة المغلية، وباقوم نازلة بقى خلاص قبل ما أقفل عليه كده واسيبها لحد ما الجبنة بتاعتي تسيح وتفُك خالص معايا في الخليط بتاعي، وباقوم نازلة قبل ما أقفل عليها بكيس من الfine foods أو الماجي الباودر، وأقوم مقلّبة وأقفل على طول. هنا بقى رُحت غارفة المكرونة بتاعتي، ورُحت حاطة الصوص بقى بتاعنا، وحطيت شوية من البقدونس، وهانزل بشوية من الفلفل الألوان. طبعًا لو أنتِ عندِك الأسرة كلّها بتحب الفلفل الألوان، حطّيه وحمّريه مع الفراخ والبصل، وبعد كده كمّلي خطواتِك عادي. أنا علشان عندي ما بياكلوش، فباعمل الطبق ده كده ليّا، وألف هنا وشفا على قلبكم. عجبكم فيديو النهارده لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. مع السلامة.